السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. اول حاجه كده قبل ما نتكلم على الفوز الساحق للنادي الاهلي النهارده، انا جاي اوجه شكر كبير جدا، شكرا للزمالك. والله حرفيا اكاديميه الاهلي في الفتره الاخيره. يعني الاول كان الاسماعيلي اللي واخد اللقب ده، وكان اكاديميه الاهلي وطلع لنا لعيبه عظام في النادي الاهلي. ولكن دلوقتي الزمالك بيحل محل الاسماعيلي وبيطلع لنا لعيبه جواهر حرفيا، زي بن شرقي وزيزو النهارده اللي قدموا حلويات وقدموا قطايف ولطايف على راي ايمن الكاشف. النهارده الاهلي بيكسب ب 4-1. اربع اهداف احلى من بعض، مفيش هدف فيهم جه كده تخبيط ولا اي حاجه ولا هري كده والكره اتشاطت بالصدفه فجت جول. لا، الاربع اهداف ملعوبين. اربع اهداف بهجوم بفكر تكتيكي بطريقه مدرب. يعني الاربع اهداف تشوف فيهم فكر مدرب. فكر المدرب كان ايه النهارده؟ ان هو بكل بساطه ما عكش، ما فلسفش، ما جابش يمين في شمال ولا شمال في، لا هو عمل اللي زي ما الكتاب بيقول. الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون مأخوذه عليه النهارده حته ان هو لعب تريزيجيه وينج رايت، ودي انا شايف ان هو اصلا ما قدموش حلول غير كده. تريزيجيه مش هيبقى كويس في رقم 10، وفي نفس الوقت بن شرقي مش هيبقى كويس في رقم 10. الاثنين خطورتهم على الجناح. مين اللي ينفع في رقم 10؟ زيزو. حط زيزو رقم 10 وطير الوينجين بتوعه، زيزو وتريزيجيه وبن شرقي، واتفرج على المتعه واتفرج على الحلويات. مع زياده بن رمضان اللي انا بجد مش عارف اقول على الراجل ده ايه. الراجل ده خلصت فيه كل الكلام. الراجل بيزيد زيادات مرعبه. حرفيا بيفكرني بحمدي فتحي بفترته مع كولر في الاول خالص، لما كان كولر بيعتمد على حمدي فتحي، لما كان بيوديه تاني في البوكس. يعني كان بيلعب مع سترايكر صريح اللي هو مهاجم صريح، وفي نفس الوقت حمدي فتحي. بن رمضان بيعمل الزياده دي بشكل يعني، وبيرجع وبيستلم وبيطلعك من تحت ضغط، بيعمل كل حاجه. فبن رمضان بصراحه يعني تحفه فنيه في الملعب. ولكن زيزو النهارده بيخطف الانظار كلها. هدفين اروع من بعض، سواء الاول اللي حطه براسه في الضيقه، وزيزو على فكره مش بيلعب براسه كتير، ولكن في تطور ملحوظ في مستوى زيزو. الماتش اللي فات اسيستين، الماتش بتاع النهارده بيحط لك هدفين، اربع مساهمات في اول ماتشين في الدوري. زيزو مش لاعب صغير، زيزو جاي لك لاعب كبير، وان شاء الله هيكبر معاك اكتر واكتر. وانا قلت اول ما زيزو جه لو ركز في الملعب بس وركز في الكوره بس، يعني لو واحد غير زيزو في الماتش النهارده كان افتكر بقى اللي حصل الماتش اللي فات، وبعد ما جاب جول النهارده راح عمل لك كده وزعل لجماهير الزمالك وبتاع. ولكن جماهير الزمالك شتمته وخدت في عرضه وكل حاجه، لا انا جاي اركز في الكوره. النهارده زيزو بيقول لك لا انا جاي العب كوره، انا هرد عليك في الملعب. انت لسه شاتمني الماتش اللي فات، انا الماتش ده هجيب هدفين، وهدفين اجمل من بعض. الهدفين فيهم زيادات وفيهم مساهمات، بص فيهم كل الحلويات اللي في الدنيا بصراحه. انا عجبني النهارده ان روبيرو ما تفلسفش، ما عكش، ما هبلش. وان شاء الله هكلمك في فيديو تاني فني عن طريقه لعب الاهلي النهارده. ولكن مجملا يعني، لا بجد انا مبسوط على مستوى الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكمل على هذا المستوى يعني.